تحبون تتعلم هيجي معجنات كلش سهلة وسريعة وحلوة؟ شوف الطريقة والمكونات مالتها. هنا نبدي بالعجينة. كمية من الطحين تقريبا كيلو، خلي عليها شوية من الملح. بيكنج باودر كيس واحد. هنا اضيف كمية من الشكر، يا شكر يا عسل، ينطي تحميرة حلوة للعجينة. اضيف زيت زيتون او زيت عادي قبل ما اضيف المي، اغلغله بالطحين. اضيف مي دافي واعجنها. بعد ما تلابست عندي العجينة راح ارجع اضيف عليها كمية من الزيت واعجنها، ينطيها طعم كلش طيب وينطيها قرمش. تركت العجينة ترتاح، بعدها سويت الحشوة مالت اللحم. لحم مثروم على الايد، تحبون تسووه بالماكينة هم ماكو مشكلة. شوية لية شحم، بهارات مشكلة، دارسين، ثوم، فلفل اسود، ملح، ماجي، معدنوس، معجون الفلفل الاحمر، معجون طماطة، بصلاية مبروشة وطماطة. خليت زيت، راح امزجها كلها سوية واخليها تاخذ النكهة ما بين بعضها. بعدها نشكل العجينة مالتنا. وهنا سويت حشوة الجبن، اي جبن تحبون تخلوه ماكو مشكلة. خليت فوقه شوية من الزعتر والنعناع، وبعدين بالاخير راح نخلي عليه حبة البركة. قطعت العجينة بهذا الشكل، اخليها ترتاح حتى تسهل علي الفرد مالتها. وهاي الحشوة سويناها وتركتها تتسبك النكهة ما بين بعضها والجبن هذا. راح نبدي نفرد اول قطعة اشتغلناها، انه بدت الراحة مالتها. هنا انا اخر وحدة. نبدي باول قطعة، خلي شوية من الزيت او الطحين، راح اخلي زيت حتى يبقى العجين يلمع. التشكيل اللي تحبوه سووه. انا هنا انا فردتها بشكل طولي، راح اسويها بيدة تركية. نفردها بهذا الشكل وبهاي الاطراف مالتها. اول شي نحشيها، بعدين راح نطبق عليها الاطراف تصير شلون شكل الصمونة الحجرية. اخلي اللحم بهذا الشكل، ما اخلي على الاطراف هواية لان راح تنطبق عليها. وما اخلي كمية هواية بالعجينة حتى يستوي على راحته. والنار ما تكون عالية كلش بالفرن، لان عندنا اللحم مثروم على الايد مو مثروم ناعم. نفس الطريقة تقدرون تسووها اذا مثروم ناعم. هذا الشكل اطبقها، هاي الزمها بهذا الشكل بس من الجوانب، والاطراف مالتها شوية اخليها. وهاي الصفحة نفس الشي راح يصير عندي بهذا الشكل، شكل قارب. واخليها بالصينية واخليها بالفرن. هاي هنا حشيتها بهذا الشكل، راح ادخلها فرن تقريبا 170 160 درجة تستوي على راحتها. وبعدها اشوفكم النتيجة مالتها. راح احشي القطع اللي بالجبن. نسوي الجبن. فردت العجينة همات بشكل طولاني. هاي حشوة الجبن، خلطت اني موزاريلا وشيدر، خليت عليها كمية من الزعتر والنعناع. الفها نفس الطريقة مالت اللحم بهذا الشكل. اقفل الاطراف والجوانب مالتها بس سويها بهذا الشكل. صارت عندي بهذا الشكل. راح اخلي حبة البركة شوية بالوجه، ينطيها نكهة كلش طيبة. ونخليها بالفرن الى ان تتحمر ويصير شكلها مرتب، نقدم لكم اياه. اصدقائي هذا الشكل النهائي للبيدة التركية او المعجنات او المناقيش، شلون تحبون تسموها. كلش سهلة وطيبة. طبعا اول 3 دقائق خليتها على نار هادية، بعدين عليتها على درجة 200. ورا كم دقيقة رجعت عليتها اكثر واخذت هذا اللون كلش حلو. يعني بس بالبداية تخلوها على نار وسط، وبالاخير تعلون النار عليها وتكون ان شاء الله عندكم بهذا الشكل. طعمها كلش طيب، جربوها ان شاء الله تعجبكم. اتمنى ما تنسونا من اللايك والتعليق حتى تصعد من مستوى القناة ان شاء الله بجهودكم. واي سؤال او وصفة تحبون تتعلموها انا حاضر. والسلام عليكم ورحمة الله.